قصة النافذة المفتوحة. في يوم من الأيام رجل اسمه فرامتن ناتل رح يزور بيت ناس أغنياء في الريف بناءً على نصيحة الدكتور علشان يغير جو ويروق أعصابه. لما وصل قابل بنت صغيرة عندهم في البيت اسمها فيرا، عندها حوالي 15 سنة. شكله كانت دماغها شغالة وبتحب تخترع قصص. سألها: خالتك مش هنا؟ قالت له بكل براءة وهي بتبص على شباك كبير مفتوح على الحديقة: هي هتيجي كمان شوية، بس متستغربش من الشباك المفتوح؟ دخلتي سايباه كده مستنيين الناس اللي عمرهم ما رجعوا؟ قال باستغراب: مين؟ قالت له بهدوء وهي عاملة نفسها حزينة: من 3 سنين عمامي الاتنين ومعاهم الكلب خرجوا يصطادوا البط من النافذة دي وما رجعوش تاني. خالتي لسه مقتنعة إنهم هيرجعوا في أي لحظة، علشان كده بتسيب الشباك مفتوح دايماً. ناتل اتوتر وبدأ يتخيل المشهد ويتأثر بالكلام جداً. وفجأة شاف 3 أشخاص جايين من الحديقة بيقربوا ناحية الشباك المفتوح ومعاهم كلب. اتجنن من الخوف، فكر إنهم الأشباح، جرى من البيت زي المجنون. وبعد ما خرج خالتها سألت فيرا باستغراب: هو جرى كده ليه؟ فيرا قالت بكل هدوء وابتسامة خفيفة على وشها: معرفتش إنه عنده رهب من الكلاب، يمكن علشان الكلب بتاعهم جه ناحيته فجأة. العبرة: البنت كانت بتخترع قصة من خيالها، بس كانت شاطرة لدرجة إن الضيف صدقها وترعب وهرب. ساكي هنا بيلعب على فكرة: هل الخيال ممكن يكون أقوى من الحقيقة وأوقات؟ هل البراءة الظاهرة تخبي وراها خبث لذيذ؟ أتمنى أن تكون القصة نالت أعجابكم. متنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكراً.